هل إقليم الصحراء الشرقية كانت تابعة للمملكة المغربية وضمتها فرنسا لا الجزائر الفرنسية، أم هي مجرد إدعاءات مغربية، طمعا في التوسع على حساب أراضي الغير كما يزعم حكام الجزائر؟ تجدر الإشارة إلى أن قبل احتلال فرنسا للجزائر كانت دولة المغرب لها الحدود مع الإمبراطورية العثمانية التركية وليس مع الجزائر التي كانت جزء من هذه الإمبراطورية. الإمبراطورية العثمانية لا تعترف بالحدود، لقد ضمت إليها كل البلاد العربية باستثناء المغرب، ولولا المقاومة المغربية الشرسة لكان حدودها يمتد للمحيط الأطلسي. وبالنظر إلى الخرائط القديمة والحديثة فإن الإمبراطورية العثمانية وكل الدول التي تعاقبت على حكم الجزائر من قبلها، لم تحكم إقليم الصحراء الشرقية، باستثناء الدول المغربية التي حكمت الجزائر، ونذكر منها على سبيل المثال المرابطين والموحدين والمرينيين. ولهذا لم يتبقى إلا إثبات صحة تبعية هذا الإقليم للمغرب قبل الاستعمار الفرنسي للجزائر عام 1830. كتاب العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر الأشراف السعديين للمؤرخ المصري محمد السيد محمد أبو رحاب، صفحة 96. توات، إقليم مغربي، يقع في الجنوب الشرقي للمغرب، جنوبي إقليم إفجيج، وتقع أهم واحاته على نهر الثورة وسائرها واقع في شرقه، وقد أقام المنصور بعد سيطرته لهذا الإقليم بتنظيم شؤونه الإدارية بعد الانحلال الذي أصابها منذ دب الضعف إلى الدولة المرينية، وظل إقليم التوات مثلما كان من قبل جزء من التراب المغربي، إلى أن احتلت فرنسا الجزائر. وقد احتج سلاطين المغرب وحكوماته المتعاقبة في حينه على الاعتداءات الفرنسية، وأيدتهم العديد من الدول في موقفهم لا سيما إنجلترا، ويمتلك المغرب العديد من الوثائق الدولية التي تثبت اعتداءات فرنسا وحق المغرب في ذلك الإقليم. شكلت توات وجرارة وتيديكلت المنطقة يسكنها في الغالب سكان الواحات التي كانت في الأساس تابعة للإمبراطورية المغربية. كان إقليم جرارة وتيديكلت تحت السيادة المغربية لعدة قرون قبل قدوم الفرنسيين للجزائر. لذلك لم يتبقى سوى الطريق الغربي لعبور الصحراء الشمالية، وتجنب جبال الهبقار. لكن هذا الطريق يمر عبر جرارة وتوات وتيديكلت،
وهي مقاطعات تابعة للمغرب. وأخيرا كتاب فرنسي قديم يعود لسنة 1756 يتم ذكر فيها ممالك وأقاليم التابعة للإمبراطورية المغربية، ونجد منها إقليمين التوات وتيغورارين. مملكة توات التي ملكها تابع للإمبراطور المغرب، حيث توات هي المدينة الرئيسية. كذلك مملكة تيغورارين التي حاكمها خاضع للإمبراطور المغرب. بدأ يعمل مشاكل في الحدود الموجودة بين الدولتين، وصرح بأنه هو هيدخل إلى الأراضي المغربية سنة 1902، وبعدين سنة 1934 دخل بالفعل إلى الأراضي المغربية وخد قطعة أرض من الأراضي المغربية من جنوبها الشرقي، المنطقة اسمها تندوف، وضمها للجزائر. طبعا ضمها للجزائر تحت قيادته هو وتحت رعايته. فصار الامر دلوقتي ان في قطعه من الارض المغربيه جوه الارض الجزائريه، ومسيطر عليها الاستعمار الفرنسي.